ديفيد هيوم، الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم اللي عاش في القرن 18. الفيلسوف ده عمل ثورة فكرية عظيمة جدا ساعتها في زمانه، رغم نزعته ورفضه لليوم الآخر، يوم القيامة. رفضه لفكرة اليوم الآخر، مش مؤمن بيوم القيامة. ورفضه فكرة المعجزات، إن هو لا يؤمن بالمعجزات بشكل عام، معجزات الأنبياء وكده. إلا إنه يبقى فيلسوف كبير جدا، راجل عقلية تقيلة جدا في التاريخ بشكل عام، تاريخ الفلسفة. هنسمع دلوقتي قصته. أنا بقرا كتاب بتاعه، اسمه كتاب تحقيق في الذهن البشري. الكتاب ده مجاني في الإنترنت يعني، تحقيق في الذهن البشري. الكتاب ده أنا بقرا وبلخص في الورق بتاعي وكده، بلخص أفكاره وكده. المهم يعني خلينا دلوقتي بالراحة كده وهنحلل النصوص اللي أنا لخصتها دي. جميل. أول حاجة، ديفيد هيوم هو فيلسوف اسكتلندي عاش في القرن الثامن عشر. طبعا القرن التمنتاشر يعتبر قرن الفلاسفة. القرن التمنتاشر يعتبر قرن الفلاسفة الذهبي، القرن الذهبي للفلاسفة 17 و 18. لأن هو ده بدايات عصر النهضة في أوروبا، بدايات عصر النهضة في أوروبا، وكمان بدايات عصر التنوير. يعني هو عصر النهضة ظهر الأول في القرن السبعتاشر، تلاه على طول عصر التنوير. الفرق ما بينهم ان النهضة، عصر النهضة هو عصر نهضة أوروبا في كل العلوم، العلوم المادية والعلوم المعنوية الإنسانية، دي نقطة. بينما عصر التنوير العصر الذهبي للفلاسفة والعلوم الإنسانية بشكل عام، بالذات الفلسفة. دي نقطة مهمة جدا. طيب، وهو يعتبر اللي هو ديفيد هيوم الفيلسوف الاسكتلندي يعتبر أحد أهم الفلاسفة في تاريخ الفلسفة الغربية. وهو صاحب كتاب تحقيق في الذهن البشري. وهو أحد فلاسفة تيار الفلسفة التجريبية. الفلسفة التجريبية هي فلسفة معاكسة ومضادة لفلسفة أخرى، وهي فلسفة فلسفة أو فلسفة العقلانية. إيه الفرق ما بينهم؟ العقلانية، الفلسفة العقلانية، طبعا ديفيد هيوم هو أحد فلاسفة التجريبيين. مين الفلاسفة العقلانيين هو الفريق المقابل للفلسفة التجريبية. هم عبارة عن ناس، عبارة عن فلاسفة العقلانيين يؤمنوا بأن العقل هو مصدر المعرفة. العقل والمنطق اللي هو المحفور جوه عقل الإنسان، المنطق المحفور جوه عقل الإنسان، الحاجات البديهية، 1+1=2، البرتقال لونه برتقاني، الشمس لونها ذهبي، الرياح بتحرك الأجسام الخفيفة. المعلومات البديهية هي أساس المعارف. ده كده الفلسفة العقلانية. بينما الفلسفة التجريبية هي فلسفة عملية، بتؤمن بأن المعارف اللي احنا بنتعلمها بتيجي عن طريق التجربة الحسية. الحواس الخمسة لما بتشتغل تتفاعل مع العالم الواقعي والعالم العالم الخارجي، تنتج لي المعارف دي بتخش جوه الذهن، بنستوعبها احنا ونتعلم منها. زي مثلا ان انا ولعت على نار ومسكت بايديا النار، او بايديا الحله مثلا السخنه، هتلسع بالنار. اذا جات لي معلومه في دماغي ان النار دي بتلسع والنار دي مؤلمه، اذا انا لازم ابتعد عن هذه النار، وهكذا. اذا دي فلسفة تجريبية باختصار، ودي فلسفة العقلانية باختصار. رائد الفلسفة العقلانية هو رينيه ديكارت، ويليه طبعا بعد كده سبينوزا. تمام. بينما من أحد رواد الفلسفة التجريبية، من أحد رواد الفلسفة التجريبية هو الفيلسوف ديفيد هيوم اللي بتكلم عنه دلوقتي. ممتاز. طيب، الفلسفة التجريبية التي تؤمن بأن التجربة الحسية عبر الحواس الخمسة هي أساس معارف وعلوم الإنسان البشري. طيب، ديفيد هيوم لديه نزعة شكية، فهو يؤمن بأن العقل البشري مهما توصل إلى علم كبير يبقى محدود المعرفة.
خلاص، وليس لديه معرفة مطلقة بالذات، وبالذات في الأمور الغيبية والميتافيزيقية. جميل. ديفيد يوم بيقول لك أنا لا أؤمن بأن العقل قدراته خارقة أو قدراته فوق الطبيعية. قدرات العقل محدودة، وهو عنده نزعة شكية، لكن ليست كنزعة رينيه ديكارت. رينيه ديكارت نزعته الشكية رهيبة جدا. رينيه ديكارت عنده نزعة شكية رهيبة جدا بتخليه وبتخوله. بيقول لك أنا أشك في كل حاجة، حتى في الأمور الحسية، حتى في الحواس. أشك في الحواس، لأن ساعات الحواس بتخدع. ساعات أنا مثلا ببقى ماشي في الصحراء، على حسب رينيه ديكارت، ببقى ماشي في الصحراء فبلاقي قدامي سراب، فبمشي ورا السراب فبلاقيش مية، بمشي ورا السراب، مستمر في مشي ورا السراب لحد ما بلاقيش مية قدامي، وهكذا. دي كده خدعة الحواس. أو إن الحواس ممكن تخدعني في نقطة تانية كمان، ألا وهي إن أنا مثلا ممكن أكون آم، ممكن مثلا حجم الشمس بالنسبة لي مش حقيقي. يعني انا حجم الشمس بالنسبه لي لما ابص بعينيا ان الشمس حجمها قد كده بالظبط، قد كده. لكن انا لما ارض الواقع، لما اركب صاروخ واروح للشمس بنفسي، هلاقي ان حجم الشمس قد حجم الارض مليون 300 الف مره. تخيل كم حجم الشمس الرهيب ده. اذا الحواس تخدع على حسب ريني ديكارت. طيب، بينما ديفيد هيوم بيقول لك انا مؤمن ان المعرفه البشريه او العقل البشري محدود الامكانيات. تمام. ولكنه يعني هو الشخص ده ديفيد هيوم عنده نزعة شكية، عنده نزعة شكية. يعني هو بيشك إلى حد ما في بعض الحاجات، لكن مش في كل حاجة. مش زي ريني ديكارت رائد الفلسفة العقلانية. جميل. طيب، يرى ديفيد هيوم في كتابه تحقيق في الذهن البشري أن هناك نوعين من الفلسفة. الأولى هي الفلسفة السهلة والواضحة. جميل. وهي الفلسفة القائمة على إعطاء المواعظ والحكم، مثل الحديث عن الصبر والصداقة والإخلاص والأخلاق وغيرها من الأمور الواضحة. كما يرى ديفيد هيوم أن الفلسفة الأخرى والنوع الثاني من الفلسفة هي الفلسفة الدقيقة والصعبة، التي خلاص التي تكون أفكارها مستعصية وصعبة على العقل البشري أن يفهمها ويستوعبها، مثل المسائل الوجودية والظواهر الحسية والعقلية وغيرها. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا باشا، بالنسبة يعني ديفيد هيوم بيقول لك إن آم، في نوعين من الفلسفة: فلسفة سهلة، واضحة وسهلة، أو يعني واضحة وسهلة. في فلسفة تانية هي فلسفة ال ال الصعبة والدقيقة. قال لك بشكل عام إنجاز التعبير إن لو إحنا حبينا كده ن- نشبه، نعمل تشبيه بسيط للأمور، هنلاقي هنا بكل بساطة إن آه، أي محتوى تعليمي في اليوتيوب، أي محتوى تعليمي في اليوتيوب أو التيك توك أو أي حتة، أي محتوى تعليمي يعتبر فلسفة سهلة وبسيطة. يعني هي فيها نوع من أنواع الفلسفة. أي محتوى تعليمي في الوجود في اليوتيوب، في التيك توك، في أي حتة، هو عبارة عن فلسفة سهلة. خلاص. بينما الناحية المقابلة الفلسفة الصعبة هي المسائل الوجودية. الكتب الفلسفية على فكرة معروف إن هي بصعوبتها، كتب صعبة، كتب مش سهلة على فكرة قرايتها. كتب بتشغل الذهن البشري وبتخليك أنت كأنك بالظبط بتلعب شطرنج مع صاحب الكتاب. أنت بتقرا بتلهث وراه وبتجري وراه، وهو واخد سبرنتات بيجري بسرعة جدا، وانت بتلهث وراه وبتجري وراه وتعبان ومش قادر، هو مستمر برضه في الجري، بيجري بسرعة. فالكتب الفلسفية الصعبة والمسائل الصعبة الوجودية اللي بتشغل الذهن وتخلي العقل يستمر في التفكير أكتر وأكتر، هي دي الفلسفة الصعبة والدقيقة. بينما أي كلام تعليمي آخر يعتبر فلسفة سهلة. يعني مثلا في عرف ديفيد هيوم أنا يعتبر فلسفتي ما بين السهلة والصعبة. ساعات بجيب لك أمور جديدة، مواضيع جديدة، خلاص، وبتناولها بشكل من أنواع الموضوعية والفكر بطريقة فلسفية وكده، خلاص. وبعض الأحيان التانية آم، بجيب لك أمور سهلة بسيطة معروفة متداولة وسط الناس،
إذا ده على فكرة فكر في ديفيد هيوم. يعني هو ديفيد هيوم وقف خد موقف متوسط بين الموقفين دول، بين الفلسفة السهلة البسيطة وبين الفلسفة الصعبة الدقيقة. خدوا موقف متوسط، قال لك أنا فلسفتي لا هتبقى صعبة ولا تبقى معقدة وتستعصي على الفهم، وهي مع العلم كمان ان الفلسفة الدقيقة دي مخصوصة فقط للأكاديميين، لأصحاب التخصص الفلسفي فقط. بينما الفلسفة السهلة البسيطة العامة هي لأصحاب ال لأصحاب ال الفكر العام، اللي هو عامة الناس، العقلية الجماعية بشكل عام، واخد بالك، وهكذا. طيب، انا واخد برضو موقف ديفيد هيوم، نفس موقف ديفيد هيوم، ان انا بتوسط بين الامور اللي هي السهله والصعبه، متوسط ما بينهم، واخد موقف الوسط ما بينهم. ممتاز. طيب، بعد كده بيقول لك كما يرى ديفيد، خلاص قلناها دي. وكذلك يرى ديفيد هيوم أنه كفيلسوف يقف في المنتصف بين الفلسفتين السهلة والمعقدة. فهو يريد أن يقدم لعامة الناس آراء فلسفية مفهومة وليست معقدة أو غارقة في التجريد مثل عامة الفلاسفة. فهو يرى أن حديث أغلب الفلسفة هو حديث مضيعة للوقت، ولكن أيضا على الجهة المقابلة يريد أن يقدم فلسفة عميقة وليست سطحية. فهو بمعنى أصح يريد أن يقدم فلسفة عميقة ولكن بلغة سهلة بسيطة. يعني بمعنى صح، لو أنت عايز تقدم معلومة صعبة، للناس، خلاص، قدمها بلغة بسيطة. يعني لو هي معلومة صعبة، سهل عامل اللغة، هتخلي عندك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا. لو أنت قدمت معلومة تقيلة عن النفس البشرية وصعبة، قدمها بلغة بسيطة وسهلة. اللغة مهمة جدا في تسهيل المعلومة، وكمان طريقة تقديم المعلومة مهمة جدا، بحيث إن أنت تخلي الشخص اللي قدامك يرتاح لك وياخد بكلامك وهكذا. أنا كده خلصت. يعني أنا خلصت جزء من كتاب تحقيق في الذهن البشري للكاتب والفيلسوف ديفيد هيوم. فانا ابتدي هاخد يعني هقطع لكم اجزاء كده باذن الله، نتكلم فيها باختصار كده، او بنوع من انواع التفصيل البسيط عن فلسفه ديفيد هيوم اكتر واكتر. انتظروا مني الفيديوهات القادمه باذن الله، والسلام.